دعاني كتاب العمر أن أتذكر وأذكر للإخوان بعض الذي جرى، فمن نصف قرن فوقه نصف عشرة أبى كل ما قد كان أن يتبخر. مزاح وهزل ثم جد وفطنة بها الوعي والإدراك سيلا تفجر. نفوس بدت كالشمس تشرق بالضياء صباحا ومنها الفصل كم قد تنور. قلوب حوت بالحب كل مودة أبت رغم ضعف الخيط أن تتبعثر. لها في القلوب البيض ذكر وصورة يحار بها ذو اللب مهما تصور. لها في نفوس الجيل لطف وبسمة يهيم بها الأحباب مرءا ومنظرا. وكالمسك في الأرجاء ماذا عصيتهم به كل من قد مر يوما تعطر. صحيفتهم بيضاء ما اسود لونها وذكرهم في القلب كم ذاب سكرا. لهم في كتاب العمر ذكر يزينه على صفحة الأيام ما العمر صورا. فصيحتهم في الفصل إعراب فعلهم برفع له عن كل نصب تحرر. إذا النصب يوما قد أتى دون ناصب فإعرابنا للفعل حتما تغير. وعن كل جزم يسلم الفعل حاله وإلا غدا في اللفظ قولا مكسرا. فإن كان جزم الفعل من غير جازم أتى قبله فالفعل منا تكرر. رعى ربنا الرحمن يوسف إنه به كان درس النحو درسا ميسرا. إذا جاء بالأمثال درسا وجدته عن العلم مما كان يعطيه مخبرا. ولا تنس هانيا له من مدرس إذا جاء بالأخبار يوما وأخبرا. له حصة التاريخ درس وقصة بها ماء عين العلم كالنبع فجرا. حروب وصلح بعد إبرام هدنة عليها الذي لم يربح الحرب أجبرا. وجغرافيا البلدان أبدى علومها لنا والذي أبداه للعقل أبهرا. وغيرهما كانوا وكل بعلمه أتى الفصل مصباحا أضاء وأسفرا. وكل بفصل الدرس ما حان وقته لنا من فنون العلم أبدى وأظهرا. وكنا نرى التعليم أجدى وسيلة بها نجتلي المقسوم تبرا وجوهرا. وها نحن بالسبعين أو ما بدونها بما قد سقينا العود كم صار مثمرا. لقد آن أن نرتاح من بعد سعينا وأن نحمد الرحمن دوما ونشكرا. وأن نكتب الإنجاز منا رسالة سيبقى بها المكتوب جدا مؤثرا. ليقرأها الآتون من بعد جيلنا إذا ما ارتقوا بالعلم عودا ومنبرا.